والله أعلى وأعلم بفوز الهلال بكرة. أيوة. طيب يا شيخ، أعطيكم الهدف. كم لا 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 لا، كم ما أعرف. أوكي. ما أعرف، لكن أنا بقول لك أنا. طيب، أنتم تعرفون أنا ما قد فسرت من بديت في التفسير ليومنا هذا، ما قد فسرت حتى لا المنتخب ولا غيره. لكن أبى أعطيكم أنا الهجمة الهلالية بكرة إيش بتكون. والله أعلى وأعلم. إن حصلت فقولوا شكرا يا فهد وصفقوا لي، وإن ما حصلت فلا تقعدون تقولون قال بيفوز وطلع تكتكيتو. بقول لكم الهلال بكره يبي يسجل هدف، والهدف هذا بيكون هدف الفوز، سواء كان الهدف الوحيد او الهدف الثاني مقابل 1 او الهدف الثالث مقابل 2 او الهدف العاشر مقابل 9. المهم الهدف هذا راح يكون هدف الفوز، والله اعلى واعلم. طيب كيف طريقته؟ راح تطلع الكره من الحارس مباشره او من الدفاع، ثم تتنقل بين اللاعبين تقريبا كلهم سريع. يعني ما راح تكون مثلا يعني من واحد الهجوم على طول، لا، راح تكون ما بين كل اللعيبه طق 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 حتى يوصل للمرمى. والله اعلى واعلم. تذكروا بكره ان حصلت مرحبا، ما حصلت عاد بلطوا البحريه الهلاليه بإذن الله.